نصار، مات معالي الوزير أو شيخ عادل، أي اللقب الأحب على قلبك؟ لأ، خلّيك على عادل بدون لقب، بس إنه إذا بدي نقي بين الاتنين كل واحد له وظيفة معيّنة، واحد وظيفة مؤقتة، التاني متعلقة بمهنتي، والتالتة بتربطني بالعيلة يعني بالتاريخ العائلي. قبل ما نفوت على عادل نصار الوزير وعادل نصار المحامي، بدي أرجع على عادل نصار الشاب يلي كان تلميذ مدرسة الجمهور، رجع راح على اليسوعية ورجع كفى بهارفرد. شو تعلمت من أيامك بالجمهور غير شميس والبنطلون طبعا؟ هلأ قبل ما طيّرت لي المرحلة بباريس اللي عملت DEA بباري 2 كمان بتعز على قلبي. أكيد هلأ باليسوعية اللي باقدر أقول لك إياه جمهور قبل إنه بالمدرسة. باليسوعية الجمهور ايه يعني. طبعا. آآ كان عندنا أستاذ أدب فرنسي كان رائع، وباعتبر إنه شغفي للقراءة هو ساهم فيها كتير، لأنه كان يعطينا يعني يعلّم الأدب الفرنسي بشكل إنه ما فيك إلا ما يطلع عبالك تقرا، وباعتبر إنه كل واحد بيساهم بدفع الأجيال إلى القراءة بيكون عمل مساهمة جبارة هل للمجتمع. هل تعتبر اليوم انه مشكلة الجيل الحالي هي مشكلة قراءة؟ لأ، أنا ماني من النوع اللي بييجوا بيقولوا قبل كان أحسن وقبل كان أحسن، كل فترة عندها مقوماتها. هلأ صار في بيعملوا أبحاث بالتليفونات، بيعملوا أبحاث بيقروا غير نوع قراءة، ولكن أكيد إنه قراءة الأدب شيء أساسي جدًا، وأنا بانصح وباشجّع على القراءة، بس ما بدي أقارن الأجيال مع بعضهم، كل جيل بييجي بيقول والله الجيل على أيامنا كان أحسن، ما عندي هالمقاربة أنا. كان عندك كتير زملاء مميزين، كان بالمدرسة بالجامعة وبعدين بهارفرد، يعني بلبنان وبرات لبنان. مين تتذكر من هول الزملاء؟ هلأ ب ب يلي اكيد نحن بنعرفهم كسياسيين طبعا. هلأ بالجامعة كان في هلأ مش سياسي، بالجامعة كان في بنفس الدورة كان في حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد كان معي بالصف، نحن صاحبي. كان في جون أزي اللي هلأ هو رئيس هيئة القضايا. بالولايات المتحدة كان رئيس نواف سليم بنفس الدورة بهارفارد. شو فرق عليك نواف سلام التلميذ عن نواف سلام الرئيس، كونك اليوم وزير بحكومته؟ أنا اللي باقدر أقول لك إياه إنه نواف سليم بيتميز أول شي بثقافة كبرى، يعني كتير مثقف، وعنده روح النكتة، وأنا بالنسبة لإلي هيدي دلالة عن ذكاء، يعني بيقدر يمزح على نفسه ويمزح على المواضيع، وهيدي بتأكد على إنه في ذكاء كبير. بذات الوقت رجل رصين، بيقرا، مطلع على الأمور. أكيد اتطورت أفكاره السياسية ونظرته للشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا شيء صحي إنه الواحد يطور فكره، بس بعده عنده نفس الاندفاع اللي كان عنده إياه، وهذه ميزة مهمة جدا. عنده نفس الروح النكتة اللي كان عنده إياها، وعنده كمان شغف للقراءة وللثقافة وللعلم. بقى لا، شخص مميز. اليوم بما انه فتحنا سيرة رئيس الحكومة نواف سلام، عم نشوف انه اخر فترة في كتير انتقادات عم بتطال الحكومة يلي حضرتك وزير فيها، انه اليوم الحكومة اجت مطلوب منها امر واحد تنبلش فيه اللي هو حصر السلاح بايد الدولة، تدمير كل البنى التحتية والعسكرية وحتى المالية باخر فترة لحزب الله. اليوم وين صرنا بهيدا المسار؟ يعني خصوصا انه اخر فترة في موجة كتير كبيرة من الانتقادات عم بتطالكم اعلاميا وسياسيا. انلغت زيارة قائد الجيش على أمريكا. خلينا أول شيء نميز أمرين. الأمر الأول بيتعلق بوجود انتقادات، وهذا شيء صحي. اليوم نحن بالديمقراطية بدها تحسين، بس نحن بالديمقراطية، وبالديمقراطيات ما في حدا بيوصل على السلطة ما في ناس بعدين بتنتقد عمله، وهيدا منه شيء من جهة غريب، لا بل هيدا شيء صحي. أكيد كلنا بدنا إنه نروح أسرع شيء ممكن بحصر السلاح، لأنه هيدا شرط من شروط بناء الدولة. ما فيك تبني دولة بلبنان إذا ما بتخلي يكون في حصرية القوة بالدولة.
وهيدا عدة أسباب، لأنه لما بتحكي عن حصية القوة بالدولة، إذا بدك تكون دولة قانون لازم تكون حصية القوة بالدولة تحت سقف القانون. لما بيكون عندك سلاح بين ايدين اطراف غير الدولة، اولا بيكون في مضاربة مع دور الدولة مع سيادتها. تاني شيء اللي بيكون معه السلاح منه خاضع للقانون، وبالتالي بتتحول الى ديكتاتورية او فوضى. وثالث شيء بعلاقتك مع الدول ما عندك كل مقومات الدولة لتقدر تتفاوض وتحكي. في من جهة تانية أهمية إنه الإجراء القائم أو البروسيس القائم، لا عم بيصير في حصر السلاح. بالمرحلة الأولى اللي حددها الجيش اللبناني كانت بجنوب الليطاني بتنتهي بآخر السنة. عم بيتم هيدا وفقا للمراحل اللي أعلن عنها الجيش، وبالتالي عم بيصير في حصر السلاح. هلا بيطلع بعدين حزب الله بيقول لا نحن ما بنقبل عم بيسلم سلاحه. إذن ما عم بيسهلها، بمعنى انه مش هو اللي عم بيدل وين موجودين السلاح، ما بعرف اصلا ليش مش عم بيسهلها، بس بذات الوقت عم بيسلم، مش عم بيعترض او عم بيرفض انه الجيش يستلم المراكز اللي موجود فيها السلاح. من مقومات بناء الدولة غير حصر السلاح والقرار الاستراتيجي بإيد الدولة هو المحاسبة. وزارتك هي وزارة العدل يلي الركيزة تبعها هي المحاسبة. رح بلش بقانون استقلالية القضاء بالأول، لأنه اليوم بنعرف أنه في تعيينات لقضاة أو لمناصب أعلى من قضاة كمان بتتم عبر سياسيين معينين. طب اليوم هيدا القاضي إذا حضرتك معيني أنا قاضي مش رح أقدر حاسبك. خليني أول شيء صلح لك شوي. هيدي مهمة لكل شخص عم يتابع. القضاء عنده دورين. عنده دور يفصل النزاعات بين الأفراد وبين الأطراف وبين الأفراد والدولة، يعني إن كان القضاء العدلي أو القضاء الإداري. يعني منه بس أداة محاسبة، هو أول شيء كمان أداة لفصل النزاعات بالمجتمع. وهيدا ما عم بينعطي له حقه. يعني كل القضاة اللي عم بيشتغلوا بالملفات التجارية والمدنية وعم بيفصلوا النزاعات بيشتغلوا شغل جبار بظروف جدا صعبة، وما عم ينعطي لهم حقهم، بالرغم عن انه القرارات المحاكم على مستوى كبير من الجودة. فيما يتعلق بعمليات النيابات العامة واللي عم تحكي فيه انت، يعني المحاسبة ضرورية، وما في دولة فيها تقوم كمان بدون ما يكون في محاسبة. التعيينات اللي انعملت بعيد كليا عن المحاسبة السياسية اللي كنتوا تحضروها بالماضي، وهون في إقرار من كل الأطراف السياسية ومن غير من الأطراف اللي متابعين بالجو القضائي والجو العدلي، أنه مجلس القضاء الأعلى، هيئة التفتيش ومن ثم التشكيلات القضائية كانت كلها خارج عن المحاصصة السياسية. تم اختيار القضاة على أساس النزاهة، الاستقلالية والانتاجية. القانون وين صرنا فيه تبع الاستقلالية؟ القانون هلأ موجود بمجلس النواب بلجنة الإدارة والعدل، عم بيرجعوا ينظروا بملاحظات فخامة الرئيس اللي كانت ملاحظات بمحلها. وأنا بتأمل أنه أول ما يرجع يفتح مجلس النواب يرجع يقوم بأعماله التشريعية، أنه يرجع يمرق هذا القانون، لأنه ضروري أنه نبت قانون استقلالية القضاء اللي هي بتقوي هالاستقلالية. ولكن هون إذا بتسمح لي لحظة، بدي وجه تحية للقضاة اللي كانوا هن قيمين وحافظوا، يعني إن كان الرئيس سهيل عبود أو غيره، حافظوا على هالاستقلالية هاي بظروف جدا صعبة، بوقت ما كان في رغبة أنه يكون في محاصصة كبيرة داخل القضاء. ولكن تعطل عمل القضاء للأسف لأنه صار في تضارب مصالح بالسياسة. برأيك لما القانون وصل على لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب هل أفرغ من مضمونه؟ لا، كان في تعديلات أنا كنت تمنيت أنه ما تكون. المشروع اللي بيعطينه كان متكامل برأيي أنا، ولكن المبادئ الأساسية بقيت. لأنه عرفنا أنه رئيس الجمهورية رد القانون
بقى لا، في موضوع ما بدي ارجع له كيف حصل، ولكن اللي بقدر اقوله انه كان في موضوع وانا اصريت انه يتصحح قبل، للاسف ما تصحح، اللي هو انه ينعطى للنيابه العامه التمييزيه امكانيه وقف الملاحقات. وهيدا فخامه الرئيس كمان عمل هالملاحظه، والملاحظه بمحلها. ولجنه الاداره والعدل خلال اخر اجتماع يعني نهار الثلاثاء اقروا انه يرجعوا يعدلوا هالماده تيردوها مثل ما كانت قبل، معناتها بدون امكانيه وقف الملاحقات من قبل مدعي عام التمييز. ما فينا ما نحكي عن المحاسبة بلا ما نجيب سيرة جريمة تفجير 4 آب. اليوم عم نحس وكأنه القاضي بيطار صار هو المتهم، أكان بعرقلة المسار، صار بيروح بيحضر جلسات هو. يعني وين صرنا بهيدي القصة؟ هل رح نوصل لمحل نقول صار في عدالة بحق ضحايا التفجير، بحق الجرحى، بحق كل مين تهجر من بيته، بحق كل مين خسر بيته ب4 آب؟ خليني اقول لك، انا اول ما وصلت وزارة العدل كنت واضح أنه موضوع انفجار المرفأ هو موضوع أساسي وجوهري، أولا لأسباب وجدانية وإنسانية تجاه كل الضحايا، وهذا موضوع يعني بيحز على قلبي، وأنا بعرف أهالي ضحايا بالشخصي، وهذا موضوع أساسي أنه هذا التحقيق يوصل لنتيجته من بعد ما يطلع القرار الاتهامي، يكون في محاكمة، يعني مش بس يصدر قرار اتهامي. وما عندك دولة لبنانية أو دولة بأي بلد بالعالم إذا منا قادرة تعطي الحقيقة وتحاسب أمام كارثة بهالحجم. هيدا القاضي بيطار عم بكفي عمله. نحن بالوزارة عم نعطي كل الدعم اللي بيدخل ضمن صلاحيات الوزارة لهالتحقيق يوصل إلى نتائج المرجوة لا، نتائج تحقيق يعني توصل إلى النهائية. نتيجته إلى نهاية. و بذات الوقت العمل القضائي بيتطلب وقت، يعني بده الواحد يتقبل مثلا بس 5 سنين معاليك، يعني عم نحكي خليك قد ايه قلت لي؟ 5 سنين رجع لي اياها 5 سنين. 5 سنين. نيكولاس ساركوزي ايمتى حصلت الافعال المنسوبه له اللي على اساسها تحكم؟ بال 2007. من اكثر من ايمتى صدر قرار البدايه؟ بال 2025. 18 سنه. انت مش عم بقول انه رح ضاين هالقد، بس عم بقول انه الوقت القضائي ما بيتناسب مع الوقت الاعلامي، لانه الوقت الاعلامي وكلنا بنتفهم انه الاعلام دائما مستعجل. صار في من وقت ما صار في ريموت كنترول بتعمل زابينج، صار الاعلام بده يطلع الخبر ولا اسرع من هيك، بده كل شيء سريع. ولكن عمل القضاء بيتطلب اكثر وقت. بعدين ما تنسى انه صار في كتير تعطيل بالماضي، هلا ما في تعطيل، بس بالماضي كان في تعطيل لعمل المحقق العدلي. بقى نحن انا بتامل شو بتقول لاهالي الضحايا اليوم؟ انه ضروري انه يصدر القرار باسرع وقت ممكن، ولكن ضمن الوقت اللازم ليكون العمل مكتمل، ويكون المحقق العدلي عم بيصدر قراره الاتهامي بشكل مقنع له ومقنع للمجتمع اللي أكيد رح يطلع بوقت من الأوقات على هذا القرار، ومن ثم مقنع للمحكمة اللي رح تنظر بعدين بمحاكمة المعنيين أو المتهمين من قبل المحقق العدلي. شو ابرز العراقيل اللي تعرضت لها كوزير اليوم؟ فيك تقول لي ما فيك تقول لي بالسياسه بيعرقلوك، فيك تقول لي مجلس النواب انا بعمل شغلي ببعث مشروع قانون على مجلس النواب بيعلق تحت. شو ابرز العراقيل؟ لا مش رح تجرني اقعد اعلق مع نص الجمهوريه، مش هذا المطلوب. ولكن اكيد بالقواعد الديمقراطيه في عمل معين بتحب تسرعه انت، بس ما بيتسرع لانه في اجراءات لازم تتاخذ. بدون ديمقراطيه اسوأ بكتير. مش هيك تشرشل كان يقول انه الديمقراطيه اسوأ نظام من بعد كل الباقي، يعني بالنهايه احسن نظام موجود الافضل. هيدا معناتها انه اوقات اكيد الوقت الديمقراطي او وقت العمل الديمقراطي منه بالسرعه المطلوبه. لو كان عندك ديكتاتوريه القرارات تاخذ اسرع بكثير. لو كان عندك اليوم مراسيم اشتراعيه، لو في صلاحيه بالحكومه انه تاخذ تقر مراسيم اشتراعيه بدون ما تمرق بالبرلمان، الموضوع بيروح اسرع بكثير. ولكن مش هيدا المطلوب.
المطلوب هي انه الديمقراطيه تقدر تشتغل وفقا للأصول، وبالتالي اوقات بتاخذ المواضيع بتاخذ اكثر وقت. هلا حكينا عن خبراتك التقنية، بس حضرتك منك وزير تقني بالحكومة، انت وزير مسيس، ومواقفك السياسية ما عندك ابدا اي تردد انك تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبإحدى الجلسات حضرتك انسحبت اعتراضا على قصة قانون الانتخاب يلي بوقتها صار في مشكل مع الرئيس نواف سلام. إذا فينا نحكي شوي عن هيدي الحادثة. لا مش ما صار في مشكل، خلينا نرجع نحط الانسحاب، بس في انسحاب صار. ايه، لانه بوقتها انا كنت مع انه ما ننتظر ونبعت مشروع قانون انتخاب اللي بيأكد على حق المغتربين انه يصوتوا ل 128 مقعد من الخارج، بالخارج يعني. وهيدا موضوع كان عم بيتم التداول خلاله بالجلسه اللي انسحبت منها، وانا كنت مصر انه ما نتاخر، نبعت مشروع قانون اسرع شيء ممكن. صار في جدل بالموضوع، وبعد انا كنت معتبر انه هيدا الموضوع كان لازم نكفي بحثه. الرئيس سلام وقف الجدل وقال هيدا خلص انتهى. قلت له لا، بدنا نكفي نبحث. اصر انه يقفل النقاش. انسحبت من الجلسه، بس مش موقف من الرئيس سلام. وهون يعني بالمناسبه بدي اقول انه الرئيس سلام بده هو كمان، واصلا بينت هلا مع المشروع اللي انبعث، انه اللبنانيين المقيمين في الخارج يقدروا يصوتوا لل 128 مقعد، مش بس للستة. بقى شو أهمية إنه يعني الاغتراب ما في خلاف يصوت؟ بالجوهر يعني. شو أهمية الاغتراب اليوم يصوت؟ هول ناس عم بيأسسوا حياتهم برا، هول ناس برا مظاهرون وفلوا، شافوا انه بلدهم مش قادر يأمنهم الحد الأدنى من الحقوق. اليوم شو أهمية انه الاغتراب يرجع يصوت ل يمكن تحسين الظروف السياسية بلبنان؟ اولا مش مزبوط لما بتقول انه الاغتراب ترك وبرم ظهره ومشي، مش مزبوط. الاغتراب بعده كتير معني بلبنان. الاغتراب اكتريتهم بيجوا بصورة دورية الى لبنان، عندهم عيالهم بلبنان، داعمين ل بيرجعوا كسواح بس مش كمواطنين. لا حسب الظروف. في عندك كتير من بعد الأزمة، أول ما صارت الأزمة صار في هجرة، وعدد كبير من اللي تركوا رجعوا. ما فيك تجي اليوم تقول انه والله الاغتراب غير معني بقى بلبنان. الوالدة كانت بيا راح على البرازيل، كان عمره 18 سنة وعاشت كل حياتها بالبرازيل ورجعت على لبنان. ولادك ولادي اليوم برا، ممكن يرجعوا باي وقت. بعضهم معلقين بلبنان؟ بعدهم اكيد، بعدهم كثير معلقين بلبنان، وعلى كل فرصه بيجوا على لبنان. اخواتي عايشين بالبرازيل، على كل يعني بيجوا 4-5 مرات بالسنه، بيمرقوا بيشوفوا اهلهم، بيشوفوني. شو أهمية يضلوا عم بيصوتوا بالانتخابات، يضلوا عم بيشاركوا بالحياة السياسية؟ هي الأهمية اللي بتعطيها للديمقراطية. قد ايه مهم الديمقراطية، حقهم هو حق مكتسب مثل حق أي لبناني. لما عندك الجنسية اللبنانية أنت لك حق تصوت. هيدي مش منية من حدا، هيدي مش منحة، هيدا حق عم تعترف لهم بالحق. وهيدا منه يعني مش مطلوب منهم يجوا يشكروك، لأنه هيدا حقهم. إذا ما بتعطيهم الحق في مشكل، مش العكس. في ناس بدهم يعطون حقهم بس مش لل 128 للستة. شو رأيك؟ أنا ماني مقتنع إنه هيدا الطرح، بس من الأساس كان أنا عندي انتقادات للقانون مثل ما كان وتم إقراره من قبل مجلس النواب. لا، أنا بشوف إنه عدد المغتربين اللبنانيين ما بيبرر إنه يكون في حصر هالتصويت ب6 مقاعد وتوزيعهم على القارات. أنا بعتبر إنه من الطبيعي جدا إنه كل واحد بالاغتراب يصوت وفقا لقيده الحالي، لأنه أولا في رابط بين المواطن ومكان قيده إجمالا. العدد الأكبر من اللبنانيين بيعتبروا حالهم معنيين بضيعتهم كمان وبمنطقتهم، وفي هذه الروابط الأساسية. ثانيا، منه من الطبيعي، لأنه أنا سمعت النظرية اللي بتقول إنه والله ما في صوت بحرية برا. هيدي النظرية ما كتير مقنعة. أولا لأنه ما فيك أنت يكون عندك حزب بتجي بتقول والله أنا بدي أعتمد إيديولوجية معينة، وهيدي الإيديولوجية بتكون مناهضة لبعض الدول. بعدين بتقول طيب أنا اعتمدت هيدي الإيديولوجية، أنا حزب منك دولة أنت.
أنا اعتمدت هالإيديولوجية بتخلق ظروف معينة ببعض الدول لنخبيني، وبالتالي عندي حل. أنا بعتمد هالإيديولوجية وما بخلي غيري يصوت. طيب خيي، لا، أنت اعتمدت هالإيديولوجية، بدك تاخذ بعين الاعتبار شو نتائج اعتمادك لهالإيديولوجية. ما فيك تحجب حق التصويت عن عدد كبير من اللبنانيين لأنك أنت كحزب منك راضي على نظرة دول غربية لإلك. يعني اليوم حزب الشيوعي كان بيقدر يخبرنا زيت الخبرية انه والله بامريكا ما فيك تصوت لحزب الشيوعي بكامل الحريه، انطلاقا من هالشيء ما بدك حدا يصوت بالولايات المتحده. خي انت منك دوله، انت حزب بتعتمد الايديولوجيه اللي بدك اياها وبتاخذ تتحمل نتائج الايديولوجيه تبعك. ما بتجي بتقول بدي ارجع ارسم قواعد الديمقراطيه وارسم الدوله على قياسي انا وبدي احجب حق التصويت عن غيري لانه ايديولوجيتي منا بياعه بدول معينه. شو أصعب قرار أخذته أنت كوزير اليوم؟ ما في يفوت بهال ليه لا؟ لانه ما بقيمهم هيك بشي صعب وما شي صعب. كيف بتقيمهم؟ شو معيارك؟ معياري انه بكون عم باخذ قرارات وفقا لقناعتي، ولما ماني مقتنع ما باخذ القرار. وكل الناس بتعرف يعني لما صار في اشكال معين على تعيين قاضي معين كنت بكتير تهذيب عرضته واحترام للرئيس بري. للكل. عرضت، ما كان هدفي عارض الرئيس بري، كان هدفي ابقى وفقا لقناعاتي وما اعمل شيء مخالف لقناعاتي. وبعتقد انه الرئيس بري تفهم الشيء بالاخير لما شاف انه اعتمدت نفس المعيار لكل المراكز. يعني مش انه عم بيجي انا سكر الباب قدام فريق لانه بدي حاصص بغير طريقه، لانه بدي الغي المحاصصه. وفعلا هيك صار. وبعتقد انه بالاخر الجميع تفهم انه المقاربه مختلفه، المقاربة مبنية على معايير موضوعية مش على محاصصة سياسية. بس تسكير الباب يلي حضرتك عم بتقوله مش عم بتسكروه بالانتخاب، بقانون الانتخاب، انه مثلا هالطائفة الشيعية عم تتطوق بمحل ما مثل ما عم بيقول الرئيس بري وفريقه السياسي؟ أولا خليني أقول لك أخطر شيء، وهيدي منا مربوطة بس بالطائفة الشيعية، مربوطة بكل الطوائف بلبنان، الاستئثار الحزبي لأي طائفة والإعلان أنه اللي بيصيبني أنا بيكون عم بيصيب الطائفة، هيدا مرفوض. المسيحيين لعبوا هاللعبة وأخطأوا. واليوم أمل وحزب الله عم بيلعبوا هالدور هيدا، وهيدا غلط كليا. ما في حدا بيقدر يستأثر بطائفة ويجي يقول والله أنا حزب وشو ما بتعملوا معي بتكونوا عم بتدقوا بمجموعة من الشعب. لا، مش هيك بتصير القصص، وإلا ما في محاسبة ولا بلد. كل حزب يتحمل مسؤولية خياراته. ما في جر المجتمع ويقول أنا والله ما حدا بيجي بيحاسبني ولا انتخابيا ولا سياسيا ولا قضائيا، لأنه إذا عم تحاسبني بتكون عم تحاسب الطائفة. الحزب لما بيربح لوحده، ما بيربح، مش الطائفة بتربح معه. لما اجوا خبروك بالزمانين انه والله عم نحافظ على حقوق المسيحيين، بتتذكر هالنظرية. طيب شو معناتها؟ كانت هيدي خطاب او شعار وراه كان شو حزب معين بيقدر هو ياخد من حصص بالدولة. هيدا الحزب بشو استفادت الطائفة؟ مش مطلوب اليوم حدا يجي يقول انه هو صار حامي طائفة وهو عم يضمن طائفة. ليش؟ لما فات حزب الله بالحروب اللي فات فيها حدا حاسبه؟ بمعزل اول رح شيء تحاسب نعيم قاسم على الحرب اللي عم بفوتنا فيها؟ رح نوصل لهالموضوع، بس قبل ما نوصل بهالبحث هيدا طيب عمل هالحرب هيدي مين دفع الثمن الاغلى داخل الشعب اللبناني؟ اكيد ابناء الطائفه الشيعيه طبعا، وابناء الجنوب. معناتها اليوم الحزب لما بيخسر الطائفه معه، بس لما بيربح لوحده. لما كان الحزب كل هالقد كان عنده السلطه والطغيان على الدوله اللبنانيه، بشو كانت عم تستفيد؟ بشو كانوا عم بيستفيدوا ابناء الطائفه الشيعيه؟ بس نعيم قاسم عم بيقول انه ربحان منه خسران. حقه يقول. بالاخر كل مواطن شايف باي وضع هو، يعني ما بدي اقعد شارعه اذا بيقول عن حاله. رح تحاسبوه لحزب الله على اللي عمله، على الحرب الاسناديه اللي فوت فيها لبنان من دون ما يشاور الجيش مثلا او الدوله اللبنانيه؟ رح لك شغله، اكيد اول شيء مش قصه بدون ما يشاور، في مسؤوليه على الدوله. كيف بعد في حزب معه سلاح ممكن يفوتك بالحرب؟ مش هيك انا بشوف طبيعي انه الدوله اللبنانيه تفوت بمشروع اعمار لكل اللي تهدم، لانه ابناء الطائفه الشيعيه منهم المسؤولين عن مغامره حزب الله. انت لك حتصوت مثل ما بدك تصوت، بس منك مسؤول عن مغامره. المسؤول عن مغامره وهي الدوله اللبنانيه بعد ما كانت شالت له سلاحه.
لازم نشيل السلاح من حزب الله. هيدي مسؤولية الدولة اللبنانية. بعدين موضوع المحاسبة، أكيد اليوم أول شيء في محاسبة سياسية، بس بعدين الموضوع لازم ينطرح على كل الأطر وفقا لقوانين مرعية الإجراء. يعني رح يتحاسب حزب الله ولا ما رح يتحاسب؟ مش أنا بتعرف إنه وزير عدل مش هو. لا طبعا، بس حضرتك جزء من حكومة، وهالحكومة اخذ قرار انه تحصر السلاح. أنا رح لك شغله، وها بداية مسار العدالة مثلا. أنا رح لك شغله. أول شيء العدالة بلشت اليوم، بلشت بس بالهدوء المطلوب من القضاء، مش بأطر أخرى. يعني الموضوع مش مطلوب مهرجانات، مش مطلوب تجيب كاميرات وتروح تعمل تفوت على شركة وتظهر من شركة وتعمل ضجيج من هالنوع. المطلوب هو انه تقوم بدورك بصورة فعالة وبصورة رصينة، اللي بيقولوا بالفرنسي بيقولوا avec sérénité. اليوم بكل القطاعات عم ببلشت المحاسبة بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإدارية. يعني إنه في مسؤولين بالدولة اليوم عم بيصير في تحقيقات معهم، في إن كان حاكم مصرف لبنان، إن كان وزراء أو غيرهم. في كمان تحقيقات عم بتتم بالقطاعات، قطاع المصرفي، قطاع الجامعي، عم بيصير فيه تحقيقات. القضاء عم بيقوم بشغله بجدية، عم بيقوم بشغله بفعالية. وهيدي النتيجة الطبيعية لما بتعمل تعيينات خارج عن المحاصصة السياسية، ولما بتعطي الدعم اللازم للقضاء. بس القضاء هو بيحاسب، مش وزير عدل. عيد الاستقلال 22 تشرين الثاني، ما في عرض عسكري هيدي السنة. هل أولا أنت مع أو ضد أنه ينلغى العرض العسكري؟ ثانيا، مش هو مناسبة لعرض هيبة الدولة، وخصوصا بهيدي المرحلة اللي عايزين المواطنين والأفرقاء السياسيين يشوفوا فيها هيبة الدولة؟ خليني أقول لك أول شيء، موضوع منه موضوع هيبة الدولة. الجيش اللبناني عم بيقوم بواجبه، وهيدي هيبة الدولة. لما الجيش اللبناني بلش ينفذ الخطة الهدفها حص السلاح بكل الأراضي اللبنانية، ولو بلش هلأ بجنوب الليطاني، هي منا إلا مرحلة وحدة من أصل المراحل المطلوبة. هيدا موضوع محسوم، لقرار نهائي، والجيش عم بيقوم بتنفيذ هذه المهمة. الجيش لازم ورح يتابع تنفيذ هذه المهمة شمال الليطاني. الهيبة الدولة هي لما الدولة اللبنانية بتلاقي عند المواطن الثقة المطلوبة، مش بالقوة. مش انه بتجي بتعمل انت عرض عسكري او تفرجي قديشك انت قوي وقادر تفرض بالقوة. كيف بنردها للهيبة؟ الدولة هي لما بتكون قادرة من ميلة تطبق القوانين على الجميع، ومن ميلة الثانية تكون إلى جانب المواطن. يعني المواطن لازم يشوف كمان الدولة الضامنة، مش بس الدولة اللي بتراقب. لازم الدولة اللي بتراقب، ولازم الدولة الضامنة للمواطنين. يعني يشعر كل مواطن أنه هذه الدولة هو جزء منها، أو هي ضامنة تجاهه. عم نشوف في كتير حملات عم بتصير ضدك يعني بآخر فترة على وسائل التواصل الاجتماعي. شو صار؟ ليه في حملات ضدك؟ هل لأنه حضرتك ناجح أو شغلك عم بيزعج بعض الفرقاء؟ ما بدي أقيم ليك. رح لك شغلة، الديمقراطية تسمح إنه الناس تعطي رأيها. هلا الكلام التافه ما بترد عليه، يعني أكيد، لأنه يعني ما بيحرز ترد عليه. بيقولوا لك إذا أنت تتخانق مع حدا تافه بينزلك على مستواه، وبموضوع التفاهة بيكون هو عنده خبرة أكتر منك. بقى ما بتفوت بهالقصص. أنا عم بقوم بواجباتي. بعتقد أنه كل المعنيين بالشأن القضائي، بالشأن العدلي، بيعرفوا أنه عم بقوم بواجباتي بصورة موضوعية، وعم جرب كون فعال قد ما بقدر، عم جرب طور الأمور قد ما بقدر بالاتجاه الصحيح. أما بعدين التعليقات ما بعلق على التعليقات. نعرف تاريخيا أنه عائلتك كانت معارضة لبيت الجميل. فيك تخبرنا كيف صارت هالترانزيشن؟ كيف رجعت صرت يعني مش بس موالي لبيت الجميل، صرت ممثل الكتايب بهيدي الحكومة؟ إيه، خليني أوضح شوي. أكيد. أول شيء بين العائلتين كان في دايما احترام كبير.
بالرغم عن الخصوم الضيعجية يعني. بكفاية بيت نصار وبيت الجميل. مزبوط. كان في خصومة بس احترام كبير، وهذا الاحترام كان ما تزعزع يعني. حتى خلال الحرب اللي كان في بالعائلة عنا ناس منا مقتنعة بخيارات حزب الكتائب، ما بحياته حدا تعرض له ولا حدا اجى قال له. علاقة مبنية على أسس هلا الاحترام. بالعائلة عنا نحن بالمباشر الوالد كان قاضي، ما يكون عنده أي موقف بالسياسة. لما انتخب الرئيس جميل رئيس الجمهورية، كان الوالد من القضاة الكبار اللي بحق لهم يكونوا بمركز مجلس قضاء الأعلى، يعني رئيس مجلس قضاء الأعلى. بالرغم عن كل المواقف السلبية ضمن حزب الكتائب وضمن المعارضين للعلاقة مع عائلتنا، الرئيس جميل ما تردد وساهم بتعيين الوالد رئيس مجلس قضاء. لما ترك الرئاسة الرئيس جميل راح لباريس. أنا كنت بباريس وكنت اتردد لعنده وعمل له زيارات لأنه كنت شوفها شيء طبيعي جدا. وهون للعلامة لما تعرض الرئيس جميل لانتقادات عائلتنا وكانوا ينتقدوا الكتائب، صاروا يدافعوا عنه لأنه اعتبروا أنه مش مقبول أبدا الانتقاد للرئيس جميل بالطريقة اللي كان عم بيصير. أول شيء لأنه مشحف، وتاني شيء لأنه صار بباريس وبلشوا ساعتها الأشخاص اللي كانوا مبدئيا داعمين له صاروا عم ينتقدوا، وبالتالي نحن كان موقفنا سلبي جدا لهالانتقادات. ولكن انبنت علاقة، أنا كان عندي علاقة مودة مع الرئيس جميل، وانبنت لما كان بباريس. كان عندي علاقة طيبة مع نيكول جميل بنت الرئيس جميل اللي هلا رئيس بلدية وبعتقد من أنجح رئاسة بلدية بلبنان. وكنت صاحبي مع الشيخ بيير، ما اتعاطى معه بالسياسة بس كان في علاقة اجتماعية. والله يرحمه أنا كنت مغدى معه نهار السبت، يعني يومين قبل عملية الاغتيال. الشيخ سامي كما كنت بعرفه، تعرفنا فيما بعد وانبنت صداقة متينة جدا. مش معناتها أنا صرت بحزب الكتائب، بس صداقة كبيرة كتير بيني وبينه، وأنا بفتخر بهالصداقة. يعني بعتبر أنه علاقة أخوة أكتر من صداقة، والثقة متبادلة كبيرة. لما تقرر تشكيل حكومة رئيس سلام، وكان مطلوب ناس ما كانت بالسياسة وما كانت بالأحزاب لنقول، وأنا ما بحياتي كنت ما عندك بطاقة حزبية؟ لا ما عندي بطاقة حزبية. طرح ترشيحي الشيخ سامي بين غير أسامي. عادل نصار وزير العدل، شكرا لحضورك. تسلم. Thank you.